اليوم خميس وزيارة، لازم واجب على طريق بغداد كربلاء وافتش بالزوار، وفجأة جاني باص زوار ايرانيين مثل ما تشوفون. قلت له حبيبي محمد صلوات اطبق لي على صفحة افتح لي الباب خليه افتش الزوار، وفعلا قال لي افتر حبيبي راح افتح لك الباب. انا اريد اعبر، كان هو يشغل 100 باللوفة وعافني وراح. ضربت وراه طلقتين ما وقف، قلت لك تعال لك انت تضرب السيادة العراقية. المهم لا اقول لك ولا تقول لي فتت، وقفت قدامه كان يدعمني بالدراجة، ظليت اضرب عليه. اخر شيء العنف استخدمه، لكن هو جبرنا على هذا. اول ما ضربت التايرات مالته الخلفيه ورحت على الاماميه، وفعلا ظليت اضرب عليه، بدا يخفف السرعه مالته. قلت له لك اليوم ايش تفلت من جبار عضله. فعلا فلشت التايرات مالته، بدا يخفف السرعه مالته، ولذلك ما وقف. فلشت كل التايرات، واخيرا قدرت انه اوقفه. بعد ما وقفته قلت له ليش تضرب السيطره. اخر شيء استسلم ورضى بالامر الواقع، رجع بيك. فلشت التايرات، اشرت عليه قلت له توقف لا افلش مخك. اخر شيء طلعت التليفون، طزيت صوره للقياده، سيدي هذا الباص الايراني ضرب السيطره وشالين. المهم نزلته من السياره، ظليت اتعارك وياه، انطيته ضربه بالاخماس، قعدته بالقاع وخلصت من ذولا.